مساء الخير. الزمالك بيتعادل مع الجونة بسبب الهوا 1-1 وبيفلت من أول خسارة في عهد بيسيرو. بيسيرو بيسيرو مصر إن هو أقول إيه، يدمر هوية نادي الزمالك. اه ما هو في فرق ما بين إن أنا أكون مدير فني مرن تكتيكيا، وإن أنا مدير فني ما عنديش هوية. في فرق كبير قوي ما بين الاتنين. بيسيرو كل شوط عنده طريقة لعب. انا ما عنديش مشكلة ان هو يبتدي على طول بتلاتة، ما عنديش مشكلة انه يبتدي على طول باربعة، وتفر بقى 4-3-3 3-5-2. انما اللي انا شفته في الماتش ده، هو ابتدى ب3-3-4. ده الجديد منه، يعني مع بيسيرو ده الجديد منه. 3-3-4 دي خطة اللعب اللي احنا لعبنا بيها لحد دقيقة 60 لما شيكابالا مشي او طلع من الملعب. وشيكابالا لعب حلو، انا مش ضد شيكابالا، انما العب على قدرات لعيبتك. يعني فاتح الملعب بأحمد محمود على اليمين ومحمد حمدي على الشمال، تمام. لكن هما في النهاية باكات، لما هيوصلوا لأن الكرة تجيلهم على رجليهم اللي المفروض يرفع بيها، هيعمل ايه؟ هيرفع. طب مين جوه ال 18؟ حسام أشرف لوحده. حسام أشرف لوحده ده هيعمل ايه؟ هوريكم، هحاول ان انا اجيب لكم لقطات وفيديوهات توضح الكلام اللي انا بقوله ده. لان في النهاية لازم بيسيرو يفهم ان انت لازم تلعب على قدرات الفريق. ما ينفعش ان انت تفضل طول الوقت بتدور على طريقة لعب ورصة لعيبة وناسي اللعيبة بتاعتك دي هتدخل اجوان ازاي. احنا نادي الزمالك يا جماعة، نادي الزمالك يعني لازم ندخل اجوان. نادي الزمالك يعني لازم انا اللي افوز، مش انا اللي اتحكم في رتم اللعب. جميل قوي ان انا متحكم في رتم اللعب، جميل قوي ان انا الكورة معايا 80% من كل الماتشات اللي انا بلعبها، اوكي. لكن انا قدراتي ايه؟ انا شكلي ايه؟ انا اسلوبي ايه في الماتش؟ في العموم شكل نادي الزمالك ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ يعني مع جوميز مثلا كان عندي ناصر ماهر وعبد الله السعيد في قلب الملعب ليا شكل. لما جوميز حط عبد الله السعيد 8، مصر كلها قالت ازاي عبد الله السعيد 10؟ ما يتحطش 8 ابدا. وهو دلوقتي الناس كلها بتقول ده راجل كبير في السن ولازم يلعب 8، ما يقدرش ان هو يلعب 10. ليه؟ لأن دي اسمها هوية مدير فني خلقها في قلب اللعيب نفسه، وبعد كده بقت هوية للجماهير كلها، بقت شايفة عبد الله السعيد رقم 8. الموضوع خلص. مع كروس، رغم اختلافي الشديد معاه في فكرة ان هو كان عنده فكرة ان هو عايز على طول يودي الكورة لقدام، واجري لقدام وارجع لورا، واطلع قدام وارجع لورا، جري 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 والتحامات وضغط. وكل ده طبعا مع لعيبة نادي الزمالك الضعاف بدنيا ما ينفعش. تقريبا كل الفرقة ساعتها راحت المستشفى، بما فيهم الناس اللي قايمة على رجلها، اللي هي عبد الله السعيد وزيزو وحسام عبد المجيد. حتى دول اتصابوا بدني. بس مع ذلك كروس كان عنده فكرة عايز يطبقها، ودايما عنده هدف عايز يوصل له. انما مع بيسيرو انا كل شوط بشكل، وكل شوط بطريقة، كل فترة يعني. حتى اللعيب الواحد بينزل، كل ما بينزل بطريقة وبتحركات مختلفة. فريق الكورة زي ما قلت قبل كده بنى، لازم ابني اساس وبعد كده دور اول تاني تالت وطور يا سيدي بعد كده. انما ان انا كل مرة اجيبها على المحارة وابتدي من الاول، عشان كده انا كنت خايف من ماتش الاهلي اللي فات. لان مش عشان الاهلي قوي واحنا ضعاف، لكن لان احنا فقدنا هويتنا، ما بقاش عندنا شكل واضح نلعب بيه. تعال اوريكم اللقطات علشان ادخل في الموضوع على طول. بصوا ده شكل الزمالك في اول الماتش، 5-2-3. انا عارف ان انا قلت 3-3-4، وهوريكم بعد كده 3-3-4 دي بتتحول ازاي. لكن العادي بتاعنا ان احمد محمود وينج باك يمين، ومحمد حمدي وينج باك شمال، والثلاثه اللي ورا
الونش واحمد حسام ومصدق، وطبعا المفاجأة بتاعتنا ناصر ماهر وعمر عبد الله السعيد، شيكابالا على اليمين ومصطفى شلبي على الطرف وحسام أشرف راس حربة. هي دي الفكرة اللي أنا بتكلم فيها. شيكابالا بينزل مع عبد الله السعيد وناصر ماهر، أحمد حسام بيفتح ناحية اليمين، ومحمد حمدي اللي هو واقف على الطرف هنا ناحية الشمال وينج باك شمال، مصطفى شلبي اللي باصص مدي ظهره للكورة راس حربة تاني، وحسام أشرف راس الحربة الأساسي. وطبعا التلاتة اللي ورا ثابتين زي ما هم. ده شكل الفريق في حالة الحيازة. التلاتة دول هم دول صناع اللعب مع بعض، والأربعة فاتحين في عرض الملعب. طبعا الكلام ده احنا لسه في الدقيقة التالتة زي ما انتوا شايفين. والله أنا بحب مصطفى شلبي، لكن في قرارات في الكورة لازم يقف عند نفسه، يعني لازم يقف مع نفسه. دي ايه دي؟ ده ايه هو ايه اللي هو بيعمله ده؟ دي معناها ايه في الكورة؟ ما يقف ويرجع الكورة لورا. يعني في هنا زاوية تانية اللي هي دي. ده ايه اللي هو بيعمله؟ ليه لا ومتضايق؟ ما هو لازم يا شلبي يعني تقف مع نفسك شوية وتاخد القرارات السهلة. انت داخل في الزحمة تعمل ايه؟ دي تكملة الفكرة اللي انا بتكلم فيها، ان شلبي، مصطفى ناصر ماهر وعبد الله السعيد ثلاثة بيصنعوا اللعب، واحمد محمود فاتح على الشمال على اليمين، محمد حمدي فاتح على الشمال، ومصطفى شلبي وحسام اشرف في قلب الملعب. بص الكورة، هما الثلاثة هما اللي في قلب الملعب، هما اللي بيتحكموا في رتم اللعب كله. لكن هقول لكم مشاكل الفريق جت منين دلوقتي. احنا في الدقيقة كام؟ احنا في الدقيقة 13. الكلام ده اتكرر كتير بقى. في نفس الدقيقة 13 دي، الكرة لما جت لأحمد محمود هنا، تتخيلوا هيبصيها لشيكابالا ولا هيعمل ايه؟ ولا هيبصيها لعبد الله السعيد؟ عمل أسوأ حاجة في الدنيا، رفعها لجوه. طب حتى لو رفعها لجوه وهنعتبر ان دي رفعة برجله الشمال العكسية ومش مظبوطة وكل حاجة، هل في جوه ال 18 لعيبة تقدر تتعامل مع أي رفعة أيا كان شكلها إيه؟ إحنا جوه ال 18 قلنا فيه مصطفى شلبي وحسام أشرف، هل يقدروا يتعاملوا مع أي عرضية أيا كانت شكلها؟ أكيد الإجابة لأ، حتى لو كان محمد حمدي واقف هنا. النتيجة أكيد الكرة هتروح لدفاع الجونة أو أي دفاع. إحنا لو بنلعب فريق مدرسة الرشاد الإعدادية، مش هيبقى ده منظرنا أبدا. أكيد أكيد مش هنعرف ندخل أجوان بالشكل ده. الهجمة دي أنا عايز أوريها لكم في الدقيقة 36 ثانية. الانتشار بتاعنا التلاتة اللي قلت لكم عليها في نص الملعب، بس يمكن مصطفى شلبي نازل سايب كراس حربة، سايب مركزه كراس حربة ونازل هنا بيصنع لعب مع الأربعة اللي في قلب الملعب، بيديها لشيكابالا اللي زي ما قلت لكم هو مش جناح يمين أو حتى مش تمانية يمين ناحية اليمين زي ما سيزو بيلعب، لأ هو بينزل يلعب يصنع لعب مع الاتنين اللي في الملعب اللي في نص الملعب عبد الله السعيد وناصر ماهر، بيديها للوينج باك بتاعنا. طيب محمد حمدي لما يجي يلعب الكورة، وانا دي اخر حاجة هتكلم فيها في الشوط، لان في النهاية طول ال 45 دقيقة اللي في الشوط الاولاني كلهم كانوا بنفس المنظر اللي انتوا شايفينه قصادكم ده. محاولات بائسة بائسة من غير اي تهديد حقيقي للمرمى. بص محمد حمدي، كورة حقيقي اكيد بصيره هو اللي قايلها، اكيد 1 2 محترم ما بين شلبي ومحمد حمدي. بص جوه ال 18 في كام واحد؟ واحد. في مين هنا؟ واحد. مين؟ احمد محمود. هل انتوا تتخيلوا ان احمد محمود ممكن يعمل حاجة في كرة زي كده؟ طب حسام اشرف لوحده جوه ال 18 في وسط اتنين لعيبة ممكن يعمل حاجة في كرة زي كده؟ اكيد الاجابة لا. ولو عمل مرة، اكيد لو جات له 10 مرات هيجيبها مرة، مش هيجيبها 9. وده اللي حصل. ان محمد حمدي لما رفع الكرة دي هتروح لمين؟ يا ريتها راحت لحسام اشرف راس الحربة بتاعنا، لا، راحت لاحمد محمود في اخر الملعب خالص.
طب جوه ال 18 في مين؟ مفيش حد، صفر. دي الافكار اللي انا بتكلم عليها، اللي بتسيره مش بينفذها وما بيعملهاش. احنا ما عندناش حد جوه ال 18، وان وجد لعيبه جوه ال 18 فهي ادوار بلا معنى، او ما معناه ان هم موجودين زي قلتهم. معلش كرة تانية كده، يعني برضو حبيت بص كثافة لعيبة نادي الزمالك محترمة، ووجودهم حتى الونش جوه، يعني سايب الدفاع وبقى في نص ملعب الجونة، وانتشار لعيبة الزمالك محترم. لكن هل في لعيبة على حدود ال 18؟ في كمان لعيبة على حدود ال 18. طب هو ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انها هتروح لمصطفى شلبي. مصطفى شلبي اللي احنا قلنا عليه في اول الماتش ان هو المفروض راس حرب تاني، لان هو اللعيب اللي هنقول انه يقدر يدخل جوه ال 18 يبقى مهاجم تاني، مش اي لعيب تاني، مش احمد محمود، مش ناصر ماهر، مش عبد الله السعيد، مش محمد حمدي. محمد حمدي اللي لما بقى مكان مصطفى شلبي ما دخلش جوه ال 18، لا راح لمصطفى شلبي عشان بدل ما يسيب مصطفى شلبي واحد على واحد هنا اللي هي الكورة اللي بيعرف يعملها مصطفى شلبي، لا راح علشان يسحم له اللعب وياخد معاه مان علشان يبقى عدد، بدل ما ياخده ويخش لجوه ويبقوا اتنين شيكابالا ومصطفى شلبي على واحد. لا اتحرك، يعني أسوأ تحرك في الدنيا، بدل حتى ما يتحرك يعني هنا، لا اتحرك ناحيته، تحرك غريب. وبدل ما مصطفى شلبي يسهل على نفسه، طب خلاص زنقنا هنا، وطبعا جوه ال 18 بصوا مفيش اي حد متواجد خالص، فالنتيجة انه بدل حتى ما يبصيها هنا، لا ليه اباصي؟ انا رقص الكرة الشهيرة بتاعت مصطفى شلبي. طيب رقص، هيعمل ايه؟ هيرفع الكورة. طب هل في حد جوه ال 18 ممكن يعمل حاجة عشان الكرة تترفع له؟ طب كام في المية ممكن كرة زي دي ممكن تدخل جون؟ هل 60 70 80%؟ اكيد لا. النتيجه ايه؟ راحت لاحمد محمود. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين ان الكور الخطيره، او اللي احنا اللي ممكن نهدد بيها جون الجونه، كان الكي بيرسون بتاعها احمد محمود؟ ويا حرام جاي من اخر الدنيا، لا عرف يلعبها بدماغه ولا برجليه، وكانت دي نتيجتها. دي الهويه اللي انا بتكلم عليها، اللي ما بقتش موجوده في نادي الزمالك، واللي بقى كل لعيب بينسج من خياله شريط بيمشي بيه دنيته في الماتش. طبعا عدى الشوط الاولاني وعدى ربع ساعة من الشوط التاني، تيبيكال اللي حصل، لحد ما جت الدقيقة 57 ودخل فينا الجون اللي من الشوط الاولاني كان رضا عبد العال بيحاول يعمله، كورة طويلة من ورا لقدام. طبعا انا عشان ما اطولش في الفيديو، لان الحالات كتير واتكررت كتير قوي في الشوط الاولاني، إن كان بيحاول يعمل كور طويلة علشان يضرب بيها دفاع الزمالك، لحد ما الكرة دي جت ودخلت جول. أخيرا بقى في الدقيقة 62 قرر إن هو يعمل التغيير ده، سحب أحمد محمود ونزل عمر جابر، سحب أحمد حسام ونزل بنتايج، وسحب شيكابالا ونزل جهاد، عشان تتقلب الطريقة لأربعة واحد، أربعة واحد، وجهاد يبقى لوحده في قلب الملعب ويحرر آه، ناصر منسي، ناصر ماهر وعبد الله السعيد يبقوا عشرتين. طبعا في حاجة هنا بحب أقولها دايما، إن عبد الله السعيد وناصر ماهر الاتنين بيحبوا يلعبوا ناحية الشمال، ما بيحبوش يلعبوا ناحية اليمين. علشان كده هتلاقوا إن بعد شوية من التغييرات دي، شوية ناصر أول ما ابتدت عبد الله السعيد رمى نفسه ناحية اليمين، ما نفعش، ناصر بقى ناحية اليمين ما نفعش، لحد ما محمد حمدي اتصاب وبقى إجباري ناصر ماهر هو اللي بقى جناح شمال، جناح يمين. مع- معلش، في بس نقطة هنا أنا عايز أتكلم عليها، وهي عمر جابر. عمر جابر لما نزل، لو تاخدوا بالكوا، هو ما نزلش بس باك يمين، هو نزل علشان شوية يساعد آه، مجاهد في قلب الملعب، وكمان كان عنده توجيهات واضحة قوي إن هو يبقى بيلعب في ال in between lines اللي
في قلب الملعب، لكن يمكن اللعيبة ما قدرتش تساعده شوية، التحركات ما قدرتش تساعده شوية. بص هتلاقيه هو هنا عمال يشاور لمحمد حمدي ان هو يطلع لقدام، وهو ده مش تحرك بقى باك يمين. يعني لو باك يمين المفروض يتحرك كده ومحمد حمدي يضم لجوه، انما اللي حصل ان محمد حمدي هو اللي اترمى على الطرف، وبص عمر جابر ضم لجوه الملعب. ده مش تحرك باك يمين، ده تحرك لعيب داخل في قلب الملعب، نص ملعب 8، ده نص ملعب 8. هوريكم كرة تانية بعديها على طول اهو. بص عمر جابر هنا ومحمد حمدي هنا، المفروض ان عمر جابر المفروض يستغل المساحة اللي في القلب دي. بص لما هيسلم الكورة لمحمود جهاد هيجري ازاي؟ ما بيجريش على الطرف، هو عايز يجري هنا. هو في الحقيقة المفروض عبد الله السعيد هو اللي يجري في المساحة دي، مش عمر جابر. يعني ما يستناش عمر جابر هو اللي يجي كل ده، عبد الله السعيد هو اللي يجري كل ده. ودي كانت النتيجة ان الكورة بص اتلعبت فين، وبص عمر جابر بيجري لسه عايز يروح فين. بص بص راح فين. عبد الله السعيد مكانه مش هنا ابدا. عبد الله السعيد منظم هجمات نمرة 10 الناحية دي. اوعى تاني نحط عبد الله السعيد في المركز ده، مش بتاعته نهائي 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 نهائي. اتصاب محمد حمدي بعد كده، وناصر ماهر بقى وينج يمين، ونزل مكانه سيف فاروق جعفر. وفضل الحشتكة والبشتكة في الماتش لحد الجون اللي دخله الونش في آخر الماتش. في الحقيقة ما فرقتش كتير، 4-2-3-1 4-1 4-1. كل الطرق أدت لنفس الأداء السيء اللي الزمالك كان بيلعب بيه من أول الماتش. آه، ده بسبب انعدام الهوية. نمرة واحد، النقطة اللي أنا لسه كنت بتكلم فيها، عبد الله السعيد لازم يبقى ورا، ما ينفعش تلعبه قدام بأي حال من الأحوال قصاد أي خصم من الخصوم. عبد الله السعيد ما بقاش قادر خلاص، أو مش بقت حتته بدنيا ولا سرعاته إن هو يجري قدام. هو يلعب ورا، ينظم لك لعب، يبصيلك، يتحرك، يقفل لك زوايا تمرير، يلعب لك كور طويلة، يفتح لك مساحات. ده عبد الله السعيد. انما لعب القدام ويشوط ويدخل جوه ال 18 مستحيل. لتاني مرة وتالت مرة وعشر مرة هقول الكور العرضية مش بتاعتنا. كان ببساطة جدا في الشوط الأولاني بعد نص ساعة، في وسط التجارب اللي كان بيعملها بسيرو، كان ممكن قوي يحط عبد الله سوري، كان ممكن قوي يحط شيكابالا ناحية اليمين، جناح يمين طبيعي. في زي ما 25 سنة شيكابالا كان بيلعب، يحطه وينج يمين، ويحط برضو شلبي وينج شمال طبيعيين، ويحط زي ما هو حط في الشوط الثاني مصطفى ناصر ماهر وعبد الله السعيد عشرتين قدام، كان يحطهم يزقهم، واحمد محمود ومحمد حمدي بدل ما هم فاتحين على الطرف ومش مستفيدين بيهم حاجة وهم شباب، حطهم في قلب الملعب ستتين. اهو على الاقل هيضغطوا، على الاقل هيجروا، على الاقل لما هيبقى فيه هجمة هيعرفوا يرجعوا يدافعوا. ما يبقاش المنظر بتاع نص ملعبنا فاضي زي ما انتوا شفتوا. شيكابالا وعبد الله السعيد وناصر ماهر لعيبه مهاريه، لكن ما كانوش ماليين نص الملعب. اي نعم احنا بنلعب الجونه اللي كان على طول بيلعب هجمه بكور طويله، ما كانش بيجمع لعب، عشان كده ما كانش فارق كتير ان يكون في لعيب دستروير او لعيب بيحاول يضغط على لعيبه الجونه، لان باختصار هو كل الكور كانت كور طويله. ما كناش محتاجين اللعيبه دي او النوعيه دي من اللعيبه. ما عنديش مشكله، عشان كده كنت بقول لك لو كنا لعبنا ما عنديش مشكله 3 و4 في القلب يكونوا آه، مربع في نص الملعب، اللي هو احمد محمود ومحمد حمدي وناصر وعبد الله، وطرفين ملعب شيكابالا ومصطفى شلبي. دي نفس الاسامي اللي انت لعبت بيها وابتديت بيها الماتش. جرب من باب التجارب. انما المنظر اللي احنا شفناه ده مع الاسف، انا عارف انك بتجرب، لكن مع الاسف هو ده نمط التفكير اللي انت ماشي بيه من اول ما انت جيت يا بيسيرو. عشان كده اللي جاي انا مش شايفه احسن. لازم يشوف بعيني
نمط معين للعب ابتدي ابني عليه للي جاي. ربنا معانا في اللي جاي لان اللي جاي اصعب. آه، شهر 3 خلاص بيخلص، ماتشات الكاس هتخلص، هنبتدي ندخل في المعمعة بتاعت شهر 4 وماتشات أفريقيا وبعد كده ماتشات الدوري، وربنا معانا في اللي جاي. سلام.